نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة. قطرة من نداك تروي غريم. أنا راض أنا راض من الندى بالقليل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه أجمل اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. روتين النهاردة بقى كده زي ما انتم شايفين، هنغسل مع بعض كده شوية غسيل، بس على الغسالة العادية مش الغسالة الأوتوماتيك. خلاص الأوتوماتيك دي هناك، إنما هنا في البيت ده الغسالة العادية. بس بيني وبينكم بقى الغسالة العادية دي غسيلها حكاية، بينور كده وبيبقى ايه نضيف جدا. يعني العيل يطلع من الشارع هدومه مطربة ومبهدلة خالص، اغسلها في الغسالة ما شاء الله تطلع نظيفة جدا. وهنروق بقى كده المطبخ مع بعض في شوية مواعين بسيطة نغسلها كده وهي الغسالة شغالة، ونعمل شوية أكل خفيف كده مع بعض بردك، نشوف يومنا كده عامل ازاي ونسمي بالله ونبتدي. هنا كده مليت الغسالة. الأول كنت بقسم الغسيل الألوان الفاتحة والأبيض الأول والغوامق والأسود خالص، يعني ايه بنقسمه كده. هو مش عارفة الغسيل كان كتير قوي، انا والله كنت بغسل كل 3 ايام، بس كان بيبقى كميات كبيرة بما ان بقى ان الولاد بينزلوا يلعبوا في الشارع وبيطلعوا مطربين، فكانوا بيغيروا صبح وليل بصراحة. ف حطيت بقى كده، نظمت الغسيل بتاعي وحطيت مليت الغسالة وحطيت لها خلطة، خلطة غسيل يعني، وحطيت لها ايه كيس اوكسي. رحت حاطة الابيض الاول، بعدين الالوانات الفاتحة خالص، وفضلت ايه انظم كده في غسيلي فواتح، بعديها كده الالوانات، بعديها بقى الغوامق. هو الصراحة كان الغسيل كتير قوي قوي، فانا ايه عملته على غسلتين. يعني المية اتوسخت فرحت مغيراها ومليت مية جديدة، وايه وغسلت ايه غسلتين. وما شاء الله عندنا بقى حبال في السطوح وحبال في الشبابيك، فايه الحبال دي كلها شالت الغسيل كده. والبانيو عندي كده بقى مسداه وماليه فيه ميه عشان اشطف فيها الغسيل اللي انا ايه مطلعاه من الغساله. كده انا حطيت الحطه وطلعتها وحطيتها في البانيو بقى عشان اشطفها من الربس اللي هي فيه. وزي ما قلت لكم الغسالات دي غسيلها فله بيطلع كده منور. هنا بقى دخلت على المطبخ كده، لما حطيت الحطه في الغساله التانية حطيت على ما تطلع دخلت كده اغسل شويه الكوبايات وشويه الاطباق اللي في الحوض وانظم المطبخ. تعالوا بينا بقى نستغفر كده واحنا بنعمل حاجتنا. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. طول ما انتوا واقفين كده استغفروا ربنا كتير وتدعوا كده يا رب ارضى عنا ورضينا. ان شاء الله ربنا يكرمكم في حياتكم وفي اولادكم يا رب العالمين. خلص كده حاجتي وانا واقفه ايه بذكر ربنا عشان ما احسش باي حاجه، وانا واقفه كده كده بعمل واخد ثواب. اصفي كده الكوبايات في الصينيه وارجع احطها ايه في المطبقيه بتاعتها. اليوم كان متعب بجد بس الحمد لله خلصنا. وهدوم الاولاد عشان كان عندهم هدوم كتير قوي وسخه غسلتها والحمد لله برتاح بقى لما الغسيل بيتغسل. يلا بقى كده دوسوا لايكات كتير عشان الفيديو يرتفع ان شاء الله، وساعدونا كده وادعمونا يا رب. اللي يعمل لايكات يزور سيدنا النبي عن قريب ان شاء الله، واللي ما عملش اشتراك للقناة يعمل اشتراك، يدوس على كلمة اشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد. ويا رب فيديوهاتنا كده تكون بتعجبكم. خلصت كده الكوبايات وصفيتها ورجعت ايه حطيتها في مكانها تاني بعد ما تصفى. هنا بقى كنت غسلت الغسلة الأولى، شايفين كمية الغسيل عاملة ازاي، والمية طبعا اتوسخت رحت دلقاها وعاملة مية جديدة ايه عشان الغسلة التانية. ما رضيتش اصور وانا بعمل واعمل الغسلة التانية عشان الفيديو هيطول مننا قوي ويبقى ممل. جبتلكوا بقى شكل الغسيل كله. هنا بقى طلعت السطح عشان ايه انشر الغسيل. الصراحة الحبال اللي فوق السطوح دي بتبقى جميلة، يعني الغسيل ما بياخدش وقت وبينشف في ثواني، والشمس كده بتبقى طالعة عليه كده وبتشمسه يعني وبتطلع الجراثيم والميكروبات منه، فبتبقى جميل الغسيل اللي منشور فوق السطح. انا بنشر معاك اهو، نشرت الغوامق كلها. وهنا البلكونة كانت اتملت نشرت فيها الغوامق والحاجات الطويلة. شايفين كمية الغسيل قد ايه. احب بقى منظر الغسيل وهو بقى مخلص خالص واقعد بقى اتفرج عليه كده وهو منشور الهوا عمال يهفف كده عليه. شايفين منور على الحبل ازاي.
شايفين غسيلي منور ازاي، عمايل ايديا وحياة عينيا. نشرنا وخلصنا بقى، ننزل نشوف ورانا ايه تحت، اللي عايز يتروق واللي عايز يتوضى. هنا كده مسكت الحمام مكان الغسيل ومكان الغسالة. كان طبعا الأرضية موسخة والحوض وكله، فطبعا هصبنه معايا بالمرة. فضيت الغسالة كده وشطفتها ونقلتها في مكانها، وهمسك بقى الحمام اصبنه تصبينة حلوة عشان يبقى نضيف وبيلمع معايا. كده عملت الحوض الايد، وده البانيو هعمله بردك بالصابونة والسفنجة الخشنة. هشرب بقى كل الصابون ده عشان ما يجيرش معايا ويبقى بيلمع. هقعد اغرقه كده بالمية. انا كده عملت الحوض والبانيو. هعمل بقى الارضية بتاعته، هدلق فيها كلوريكس الوان كده وافضل ادعك الحروف بتاعتها، عشان طبعا الغسالة اكيد منزلة عليها مية سودا عشان الارضية ما تسودش. وادعك في الاخر اكب فيها مية نضيفة بقى يبقى بيلمع بالشكل ده. شايفين؟ هنا بقى كانت شوية سمك كده طلعناهم من الفريزر متبلين ومتجهزين على العمال على طول. وهنا جبنا دقيق وذرة فشار عشان نعملها بالليل في السهرة، ورز للسمك. والحمد لله ان هو متبل وجاهز معايا. هنا بقى كانت اخت جوزي ام عادل كانت عندنا، فهي قالت لي لا والله انا اللي هعمل عنك الاكل. قلت لها كتر خيرك، وقامت فعلا وعملت الاكل. قلت لها هو السمك متجهز يعني ايه على السوية على طول. قامت هي بقى عملت لنا كده شوية الرز الحلوين دول من ايديها، وقالت لنا السمك وعملت لنا السلطة. كتر ألف خيرها طبعا إن هي ساعدتني. ربنا كده يا رب يديم المحبة كده والود بينا، واحنا الحمد لله معاملتنا يعني كويسة مع بعض. يعني بنتعامل زي الإخوات بالظبط، مفيش فرق ما بينا. الحمد لله، ربنا يبعد عنا أي حاجة وحشة يا رب، ويصلح لها حالها ويبارك لها في أولادها. هناكل بقى النهاردة الأكل من إيد أم عادل، تسلم إيدك يا حبيبتي. والأكل كان زسل. الرز ده على طريقتها، تحط له جزر مبشور، تحمر البصلة جامد عشان الرز يطلع لونه بني كده غامق. هنا كده كان بتبدر السمك وبتقليه. وهنا كده جت بقى عملت لنا شوية السلطة الحلوين دول من ايديها. هي قالت لي كفايه عليك انت كده، غسلتي وصبنتي الحمام وروقتي بره، فكفايه عليك كده انت تعبتي، انا بقى اقوم اعمل الاكل بدالك. فعلا قامت وعملته. هنا بقى كان بتطلع السمك من الزيت. شايفين لونه ذهبي وجميل ازاي، شكله يفتح النفس. هو المفروض ان احنا كنا مصورين الاكل بعد ما خلص ومحطوط على الصينيه، بس مش عارفه الكاميرا تقريبا ما صورتش او حاجه. كنت بدور في الكاميرا في التليفون على الفيديو ده، المقطع ده يعني ان هو الاكل متجهز على الصينيه وكله، فما لقيتوش. بس بجد الاكل كان شكله يفتح النفس وطعمه خطير، وده كان روتيننا اليوم.